لما الاهلي انسحب من الكاس قلنا الكاس هيروح لاجدع ناس. لقينا الزمالك محتاس ويضيع الكاس. قل لي بالله عليك، لو انت زملكاوي هذا الموسم كيف تشعر؟ ما هي المشاعر التي تختلج في احشائك؟ ايه هو الشيء اللي ممكن يخليك تكمل زملكاوي؟ ايه اللي بيحصل؟ فين اللعيبه؟ سبتوا المدرب يسافر ليه؟ ايه حاله التراخي اللي انتوا فيها؟ ايه فكره ما نستنى السوبر؟ هنتغلب في السوبر. اتكلموا على السوبر بالشكل اللي انت فيه ده، بالروح اللي انت فيها دي، باللعيبه دي، بالناس ديت، بالخناقات ديت، بالجون ده. هنتغلب في السوبر، هنتغلب في السوبر، وهنتغلب بيج سكور، هنتغلب كتير. الفرق بيننا وبين الاهلي فراسخ، مسافات يا حبيبي، مسافات. ايه اللي بيجرى ده يا جماعه؟ طب انتوا بتعملوا ايه؟ يعني ايه الشيء اللي بتعمله اداره نادي الزمالك؟ ايه الحاجه اللي بتتعمل؟ ايه الاداره؟ فين الكوره؟ فين اللعب؟ فين المدرب؟ تعبت، تعبت وزهقت، او على راي اخواننا الاسكندرانيه زهقت زهقت زهقت. ما تشوفوا حل يا جماعه. يعني ومش شايف اي شيء. بالك انت في الاهلي لما بيتعادلوا ماتش الجمهور بهدلهم، لما لعيب مش عارف اعمل ايه الجمهور بهدلهم، لما واحد مشي هم مش عايزين الجمهور بهدلهم. احنا مفيش اي حاجه، في برود شديد عند الاداره وعند الجمهور وعند كل شيء. مفيش حاجه، يعني خلاص هذا الامر يعني اصبح معتاد. بيتغلب، بيخرج، بيطلع، وهم خارجين متضايقين بيعيطوا بيقعوا على الارض. طب ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ طب كنت انسحب يا اخي، اكرم لك، خلاص بلاش. هتقول لي اصل انا خايف من العقوبه. ليه هم هيعاقبوا الاهلي تاني؟ ليه هم هيعاقبوا الاهلي تالت؟ ليه هم هيعاقبوا الاهلي؟ تعبت، مش عارف اخد اجازه حتى وانا قاعد بتفرج على الماتش. نطلع فاصل اعلاني.